في الفيديو اللي فات من هوم ألون. الخاصة ديال اليوم كتبدا واحد السيد سميتو كمال. بصراحة العبارة ما كاين حتى شي واحد غادي يدخل هنا، راك عارف هاد الدار ما كيبغيش يشوف حتى شي واحد. وفي هاد الليل تقريبا مع 9 سمع واحد الدقة مجات في الباب، قال واقف، بان لي واقف بين شجر طويل، وتسمع واحد الضربة ضربة مجهدة بزاف بحال شي واحد طاح، والكلاب بداو كينوقعو كاملين. خرج بالزربة ضربوا على الدار، وديك الساعة اكتشف واحد الحاجة عاوتاني، اكتشف أنا هو الغطا ديال البير اللي حدا الدار لقاه محرك من بلاصتو، وبلا ما تقولوا لي لا يقدر شي ريح ولا شي حاجة بحال هكا، راه شا الغطا ديال البير راه فوق 50 كيلو، مستحيل على حيوان من الحيوانات اللي كاينين في الحديقة ديال الكامل أنه يحركو، وحتى الريح حتى هو يقدر يحركو. بنادم بحد ذاته ما يقدرش يحركو بالزربة. ديك الساعة شاف هادشي ماشي هو هداك، جا كيدور على الدار عاوتاني تيبان لي حد بنفس الشكل اللي بان ليه البارح، بان ليه هو واقف من بعيد عاوتاني على شي بعد 20 متر من الدار. ديك الساعة كان هز فردي ديك الساعة ووجهو ليه، نقول ليه واش كلمات خرج منا ولا نتيري فيك، ويتيري فينيت ولكن ما طرا ليه والو، بالعكس عاد باش داك الشكل بدا كيهيج كتر. ديك الساعة الشكل بدا كتلقى واحد الصوت اللي هو خفيف بحال الحسيس ديال الفاي، وداك الصوت ديال فاش كتبغي تقولي بعد مني بحال هكاك. بدا كنرجع بشوية للغابة حتى غبر. ديك الساعة كان رجع للدار كيترعد خايف، وين الحال من حقه بان ليه شتي طبيعي الحال واحد راسك انت في بلاصتو، تخونه فيه كتر من 3 متر في الطول وبعيد عليك حاجة 20 متر، بقى عايشو فيك بحال هكا، وداك الصوت اللي طلق راه طبيعي الحال ما يدخل. في الصباح عيط البوليس، وجا واحد جوج ضباط وراهم بير وداك القفز ديال القنية. واحد فيهم شاف واحد فيهم فاش مشى للقفز ديال القنية بدا كيقلب فيه مزيان واش عاد بيل، اكتشف واحد الحاجة اللي هي خايبة بزاف اللي ما اكتشفهاش كامل في الأول. قال لي في القفز ديال القنية اللي غبرت ليك راه كاين واحد الدم، كاين الدم في القنت اليمني وكاين الدم في القنت في الوسط. قول لي بوليسي شنو وقع لنا بالضبط؟ جاوب كامل وقال لي راني انا ما عارف والو، انا هبطت باش نوكلو ونشربو تلقيت القنية ولات. بعد هاد النقاش اللي هو طويل قرر البوليس انه هو يبقاو يراقبوا الدار في الليل، ركبوا في الطوموبيل ديالو وزادوا. ديك الساعة كامل هو يرتاح، اخيرا دابا نقدر نعس مرتاح. الليل جا، كلشي باين واضح. الشاف ديال البوليسيين في الطوموبيل وما كيهضروا في الطريطوار، راقبوا الدار من بعيد في الليل، ولكن واحد شويه جا الناس بزاف. هاديك الساعه فاق كمال مع ديك 3 ديال الصباح، مشى للطواليت حاشاكم، وفي الطواليت نيت شاف من الشارجن ديال الباب، قال لي طبيعة الطوموبيل ديال البوليس راه ما كايناش. قال لي واقيلا راه دار شي دوره في المنطقه وصافي، ولكن من دوروا وجهو ديك الساعه كرهت البلاصه. في الشارجن من المقابل كان كيشوف واحد المخلوق اللي هو طويل بزاف، رقيق بزاف، وجهو مبين فيه الملامح ديال الشر، فمو كبير كيوصل حتى لودنيه، وعيون كحله صغار بزاف، وشعر مفازك عاد شويه. حاول ديك الساعة يتيري فيه ولا شي حاجة وهو يفز الفردي ديالو، صا اكتشف انه هو الفردي راه نسافلو بيدي الناس. هاديك الساعة داك المخلوق بدا كيحاول الشرجم كتدخل منو بشوية بشوية، كان ما شاف داك الشي هو هرب، مشى حل الباب
سدو عليه وجا رشح هاد الكراسة باش عرفتو الحركة اللي سدو بها البيبان بكراسة كحطوه المهم راكم فهمتوني فاش نشرح بزاف. ديك الساعة وسمع شي حاجة طاحت فهمتني في الكابينة اللي كان فيها، وشي حاجة شي واحد كيتمشى، هو نيت داك المخلوق كان كيتمشى وكيضحك واحد الضحكة اللي خفيفة. ديك الساعة كان بدات الدقات ديال القلب ديالو كيتمجد على الجهد، وصلت ل 160. مشى تخبى وسد الفم ديالها باش ميبقاش يتنفس. من بعد حد 10 ديال الدقائق حتى كلشي سكت فواحد السكوت اللي هو غريب. كمان مشى كيتسلت بشوية بشوية باش يسد الشرجم، ورجع حتى شوية بشوية باش داك المخلوق ميسمعوش. ديك الساعة كمان بدا كيسخف وبدا كيرجع في النفس ديالها بشوية بشوية. بعد ديك الساعة هز راسو المخلوق بحد ذاته هو ملصق عليه وجه مشاط. كما شاف الشر عينه، شاف كيفاش كيشوف فيه، شاف كيفاش كيحرك لسانو بواحد الطريقة بحال ديال اللفعة، بحال شي لفعة كبيرة كتسنى تاكلك. ديك الساعة المخلوق بدا كيقول ليه وكيشير ليه بصبعو زعما اجي، راكم عرفتو ديك الحركة اللي كيقول لك اجي بصبعك بحال هكاك. ديك الساعة مشى طلع لبيتو، مشى هز الفرد ديالو ورجع باش تيري فيه وقعت له ورا شي حاجة بحال هكا. فعلا لقاه تيري ليه حاجة تيري في الصدر ديالو، وهداك مشى يكتشف انه ما طرات ليه والو، خويا بقى كيشوف فيه وبالعكس زاد تبسم وبدا كيدخل من شر من الرأس عاوتاني. فهاد اللحظة لمعت حاجتي الضوء فيه الزرق والأحمر، واكتشف انه البوليس راه جاو. الحمد لله والشكر لله. مخلوق شاف الضوء ديال البوليس خاف، مش كيجري عاوتاني الغابة، وقال بواحد الصوت اللي هو حاد، قال لي احسن المرة الجاية وبروز طلع. ديك الساعة البوليس دخلو والراجل كامل بدا كيغوت، ملي انا هنا لقاو الباب مهرس والجاج محتت في الارض. حكى ليهم كلشي ولكن بلا ما يوصف شكل المخلوق، حتى هو ما بقى عارف واش ديك الشكل اللي شافه واش واقع ولا لا. قالوا ليه بالافضل انك تجي تبات عندنا في الكوميساريه. مشاو معاه وسدوا كاع الشراجم ومشاو الكوميساريه. مع ديك جويت 4:30 ديال الصباح كان البوليسي كيشرب في قهوه واتصلوا به والديه. من بعد هادشي باع الارض ديالو ومشى يسكن في واحد الدار اللي عاديه في مدينه طبيعة الحال، ودازو السنين بلا مشاكل، سافر وخدم وبدا حياة جديدة. ولكن دابا العطال جاب والديه عاش يباتو عنده في الدار ويسكنوا عنده نيت، وكل ليلة كيسمع نفس الدقان في الباب اللوران. وصلنا لنهاية ديال القصة ديالنا، كنتمنى انها تكون عجباتكم بزاف. سمح لي عاوتاني حيت طرطات عليكم، وان شاء الله خدمت على هاد البروغرام اللي هو جديد، فيديو واحد في السيمانة ان شاء الله. صار ما عرفتش امتى غادي نولي نحطو على حساب القرايه ديالتي. المهم كنوعدكم يكون فيديو في السيمانه ماشي فيديو في 10 ايام ولا 15 يوم. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودعموني عافاكم راه هادشي محتاج الدعم ديالكم بزاف. شكرا بزاف.